السلام عليكم. تعلم منطوق ومعاني كلمات في الخط المصري القديم، وفي نفس الوقت هنعرف منطوق الرموز من خلال الكلمات دي. يعني هي عبارة عن طريقة جديدة أنا اتبعتها، زي ما بقول لك هقولها لك في كل فيديو عشان تعرف إن أنا اتعلمت منطوق رموز الخط المصري القديم من خلال الكلمات مباشرة. ما حفظتش الرموز على بعضيها أو الأبجدية بتاعت المصرية القديمة على بعضيها. الفيديو ده معايا كلمة كلنا بنستخدمها في منطقة الشرق الأوسط، وعندنا في مصر بنستخدمها بصفة كبيرة جدا، بصورة كبيرة. كلمة إيه؟ كلمة ورا. يعني إيه ورا؟ أجيبها لك في جملة. واحد تقول له إيه كده؟ ده وراه الويل. وراه الويل يعني بين له، خلاه شافه. أو وريني كده يعني اظهر لي كده، صح كده؟ يقول لك أنا معايا حاجة كويسة، يقول له وريني، صح؟ مش عندنا كده؟ يا ترى إيه معنى ورا؟ وهل موجودة في الخط المصري القديم؟ موجودة ومسجلة الخط المصري القديم. تعال نعرف الكلمة. هي بتكتب ادي ورا، ورا في الخط العربي، بالخط المصري القديم اهي. شايف انت؟ ده الحبل الفيونكة، ده بينطق و، يا اما و الف او و فتحة كده، وادي الراء اللي هي الشفرة بتنطق راء. وهنا فيه المخصص واحد بيعمل حاجة، ادي واحد واقف كده. الشخص ده في حالة ايه؟ رجله عاملة كده، والله ثواني ابص في القدم عشان بس ما اكتبهاش غلط. القدم اللي ورا هي الثابتة نازلة كده، والقدم التانية عاملة كده. ده بيعتبر اللي هو ايه؟ الراقص. شخص في حالة استعراض، ده بيترجم في القاموس اللي هو الدانسر او دانس. دانس يعني رقص، دانس يعني رقص، دانس صحيح يعني رقص. يعني ايه رقص؟ يعني المستعرض. ده المستعرض او العارض اللي بيعرض الاشياء، شخص معاه حركات بيعرضها، مستعرض. ده الورة. فكان الرقص اسمه ورة. يقول لك الشخص ده ماهر في الرقص، وريني كده يعني خلينا اشوف عشان احكم عليك. شفت الجمال؟ شفت الجمال؟ تاني نحفظ كلمات، وبرضه قلت لك ما تقولش الفيديو ده فيه كلمة واحدة، لا تستخف بالكلمة دي. شوف عرفتك رمز جديد اهو. الحبل الفيونكة ده بينطق واو ألف أو واو فتحة، والرمز ده هنا بينطق راء، في حالات أخرى بينطق لام. خلينا هنا مع الراء، راء. والراء ده مخصص يعبر عن معنى الكلمة. شخص مستعرض بيعرض لك حاجة معاه، الحاجة دي حركات معاه بيعرضها لك. احنا بنقول وريني كده. شفتوا الجمال؟ على الأصل دور. كل كلمة بننطقها في مصر هثبت لك إن ليها أصل منذ آلاف السنين، حتى لو اتغير الكلام بسيط اللهجة، لكن دي لهجتها قائمة زي ما هي، ورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.